السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعل التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه جوجل اوبينيون ريوردز. التطبيق ده مساحته 10 ميجا، محمله اكتر من 100 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بشركة جوجل. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت لما بتنزل التطبيق وبتحمله وتشتغل عليه بيقدر ان هو يبعت لك استبيانات او استطلاعات رأي، ان انت تملى الاستبيانات اللي بيبعتها لك دي او استطلاعات الرأي دي، تقول رأيك في حاجات معينة. ونظير ذلك بتقدر تحقق مكاسب او تقدر تحقق فلوس او تقدر تحقق دخل اضافي ليك. يبقى من خلال التطبيق ده انت يعتبر ليك شغل تاني، انت بتحقق من وراه فلوس او بتحقق من وراه مكسب مادي. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. بالاضافه ان التطبيق ده بيكون الاستبيانات بتاعته قليله جدا، يعني الناس اللي جربت التطبيق واشتغلت عليه معظم الناس بتشكر فيه، بتقول انه تطبيق كويس بيدي فعلا مكاسب حقيقيه، بس الاستبيانات اللي بتجيلك عليه بتكون قليله جدا. يعني انت مش بتقدر مثلا ان انت تحدد دخل ثابت ليك كل شهر، ان انت هتعمل مثلا 100 استبيان، هتعمل 50 استبيان، هتعمل 20 لا، ممكن خلال الشهر كله يتبعت لك استبيانين 3 ولا حاجه، هم دول اللي تملاهم. ونظير ذلك طبعا بتكون الارباح اللي بتجيلك بتكون قليله. اما طبعا لو بتجيلك استبيانات كتيره فنظير ذلك هيكون المكسب اللي يجيلك او الارباح اللي بتجيلك هتكون كتير. فدي مشكله التطبيق، ان هو الاستبيانات بتاعته قليله وما بتجيلكش كتيره، عشان كده ما تقدرش تحقق من وراه مكسب او عائد مادي كبير. بس انت بتقدر ان تحقق من وراه فعلا مكسب، بس بيكون قليل لان الاستبيانات اللي بتجيلك بيكون قليل. بس كده، ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق والمميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق واكتشف فيه حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابية او السلبية. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات اللي موجوده على القناه وتلاقي في حاجه مختلفه سواء ايجابيه او سلبيه، تقول لك انت ليه مش لين كل الحاجات الايجابيه، ليه مش لين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح تطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو انت شفت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق هي اللي موجوده في التطبيق بالظبط. عشان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات انا منزلها تحديثات مستمريه. يعني ممكن ينزل التطبيق تحديث كل يومين، كل اسبوع، كل شهر ينزل. ممكن التحديث ده يغير من معالم التطبيق كله. عشان كده دايما بنأكد وننوه ان لو حد لقى حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات بتاعة الفيديو عشان يساعد ويساهم لأي حد تاني حابب ان هو يحمل التطبيق ويتعامل عليه. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت الفيديوهات موجوده بقالها فتره طويله، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو وتقول لي التطبيق ده موجود بقاله فتره طويله وانا عايزك تشرح لي شرح جديد ليه، ليكون في حاجات مختلفه مثلا ولا حاجه، وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.